قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحين يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يورئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 الآيات. ثم أنزل الله تعالى: هذا في براءة. هكذا سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة ينفذ، سنته في أوليائه براءته، بيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد، فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر. هو سبحانه يبرئ أولياءه وينصرهم على من نهوه عند الشدة يجيء الفرج، وهكذا سنته في عباده جل وعلا. ماذا قال العلماء؟